السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم في قناتنا المتواضعة وصفات على قد الإيد. هنبدأ معاكم باقي التنظيفات وباقي الروتينات بتاعتنا. احنا ديت الصلاة بتاعتنا المتواضعة بتاعتنا زي ما هي، زي ما احنا صحينا الصبح كراكيب كراكيب زي ما الواحد بيبقى نايم. احنا هننضف بقى الصلاة بتاعتنا ديت، وهننضف فوق وتحت وكله. الجدران بتاعتي ديت انا بمسحها، يعني بتتمسح عادي. وهنحوش الفرشة اللي هي على الركنة بتاعتنا ديت بقى كده عشان نسمي بالله. وهنحوش الفرشة اللي على الركنة بتاعتنا ديت علشان ايه؟ نحطها تتغسل في الغسالة زي ما احنا قلنا. بنحوش حاجتنا الأول ونشغل عليها الغسالة. يعني أنا بدأت أحوش، كنت حوشت الفرشة اللي على دي كده علشان أحوشها ايه؟ هنلمهم على بعضهم كده عشان نغسلهم ايه؟ نشغل عليهم الغسالة بتاعتنا. وهنحوش الستاير برضو بتاعتنا ديت عشان نغسلها. وهننضف بقى وهننضف مروحتنا، يعني شوفوا المروحة. حوش بقى الفرشة اللي على الأرض ونمسح وننضف ونغسل الجدران بتاعتنا ديت بقت بشوية مية كده بقت، ونمسح وننضف ونحوش كل الحاجات زي ما قلت لكم علشان نشغل عليها الغسالة بتاعتنا ونغسل. نشاط وحيوية، عاوزين نعمل مصالحنا كده بدري بدري قبل الشتاء وقبل دخول المدارس. ونفرش بقى السجادة بتاعتنا، هنحوش دي الحافظة بتاعتنا برضه هي هنحوشها اهي، هنحوشها رخرة علشان ايه؟ نعمل نفرش السجادة بتاعتنا بقى كده وننضف ونمسح كل حاجاتنا دي. خليكم معايا وهوريلكم حاجة واحدة بواحدة كده واحنا بنشتغل ان شاء الله. يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم، ويكون كده احنا بنقول حسن ظنكم كده دايما، وتعملوا لنا لايك حلو وكومنت علشان نشجع ونعمل حاجات احسن واحسن. حشت كل حاجة هنا اهي، حشت الفرشة كلها اللي على الركنة. انا بحط بيضات عليها كده علشان علشان التراب وعشان العيال، يعني لما بيقعدوا عليها. هي الركنة بتاعتي عامة غامقة. وحشت برضو هنا كمان اهو، حشت الفرشة اللي على الأرضية. وكنست أول حاجة، كنست لسه بقى الكنب ده هيشال. والمروحة مسحتها اهي علشان لو أي تراب ما ينزلش عليا وأنا بنضف. باب الشقة بقى هيتنضف تنظيف حلو كده اهو. هنجيب الفرشة بتاعت الجاروب بتاعتنا، هننضف الأول باب الشقة قبل ما نعمل أي حاجة عشان التراب. والباب السلك برضو كمثل بننضفه كده ونحوش من عليه التراب. ننضف البيبان والشبابيك. الشباك عندي شباك صغنون هنا كده في الصالة اهو اهو، معلش اهو. هننضف بقى كده الشباك بتاعنا ده، هنفتحه وننضفه ونحوش التراب الأول. نزعف الجدران. والصور دي برضو هنحوش من عليها التراب. هننضف الأول فوق قبل ما ننضف تحت. تحت بقى الكنب ده انا هشده، كنب الركنه هشده عشان اكنس من تحته. اما اشده هوريكم انا معاكم واحده بواحده علشان انا ما بظهرش يعني في الروتينات وانا بنضف. بوريكم بس انا هعمل ايه، وهرجع لكم تاني بقى اما هنضف بقى الباب. واما اخلص هرجع لكم. شديت شديت الركنه من مكانها اهي، شدتها خالص. شوفوا التراب والحاجات اللي تحتها. يا سلام، تحت الركنه دي تلاقي مواهب، تلاقي مواهب مدفون. ده ولاعة زوجي العزيز وقعت ومعرفناش نجيبها. ده اول حاجه. تاني حاجه، الاستيكه بتاعت احمد باشا وقعت على الارضيه اهي. والاناء المخفي هنلقاه تحت الركنه دي بالذات. شدتها هنا كلها اهي، نضفتها الاول من التراب عشان هعمل لها خلطه حلوه امسحها بها. شدتها كده الجهادي. هنكنس هنا، هنضف السور عشان التراب ما يقعش على الركنه. وهنمسح الجدران بتاعتها، بعمل لها خلطه برده حلوه كده هوريها لكم. بنمسح بها الجدران وهنمسح الارضيه ونكنس علشان ازقها ايه مكانها. ادي اول حاجه عملناها في الصاله بتاعتنا. هوريلكم بقى بعد ما ايه، هوريلكم الخلطه اللي انا هعملها للركنه. انضف بها الركنه بتاعتي عشان نشوفوا فيها بقى بقع برده. هي برده اولاد، يعني اولاد موجوده لازم بيبقى في بقع عامه. هوريها لكم بعد ما انا اعمل لكم الخلطه بتاعت الركنه. هعمل لكم الخلطه بتاعت الركنه وهعمل لكم الخلطه اللي انا بمسح بها الجدران بتاعتي. والارضيه بقى هتمسحها عادي. هنكنس الاول نحوش التراب قبل ما نمسح الجدران ونعملها. قبل ما تعملوا في الجدران وقبل ما تغسليها لازم تزعفيها الاول، تنزلوا كل التراب اللي عليها الاول عشان ما يبقاش تراب وهتمسحي بميه هيعمل معاكي طينه. فاحنا هنمسح بقى كل الحاجات دي الاول وهوريكم الخلطه اللي احنا هنعملها. هعمل معاكم بقى الخلطة اللي احنا هنعمل بها الفرشة بتاعت الركنة. نغسل بها الركنة وهناخد منها شوية نعمل بها جدار. هي يعني
هنا عندي شويه شاور دهن كنت عاملاها على ايدي، كنت جايبه كيس، حابه اقول لكم انزل لكم الطريقه بتاعته. انا كنت مستنيه، هو جميل بس انا كنت مستنيه اما اجربه عشان اقول لكم حلو ولا لا. انا مش هكتر، شويه صغيرين خالص عشان ما ترغيش معايا. وده معطر برضو انا بجيبه سايب من عند الراجل بتاع البريل والحاجات دي، مش عارفه عندكم اسمه ايه، احنا عندنا بتاع المنظفات. فاديك شويه شهر وشويه كلور صغيرين، يعني ما تكتريه. بس هنزود بقى الخلطه دي ميه اهي، هنفتح كده نزودها ميه كده اهو. دي هناخد منها حبه نغسل بيها الركنه. المعطر المعطر هينضف لنا الركنه ويخلي ريحتها حلوه هي والشاور اهو. يعني شوفوا رغوه بسيطه بس كده عشان تنضف معانا. هناخد منها حبه نمسح بها الحيطان، وهناخد منها حبه نمسح بهم الركنه بتاعتي. عندك سفنجه زي دي كده نظيفه اعملي بيها، ما عندكيش حته ليفه من بتاعه الحمى العاديه تبقى حلوه برضو وبتنضف، علشان الركنه بتاعتي قطيفه، فانت لو دعكتي فيها قوي الوبره هتطلع. او لو عندك فرشه، هبقى اوريكم برضو عندي فرشه كده اللي هي التلاته اللي بيجوا مع بعض دول، حايشه واحده هنضف بيها. هناخد بقى نمسح الجدران بتاعتنا وننضف الركنه بتاعتنا. هاخد حبه هنا اهو، احشهم دول اللي هعمل بهم الركن هنا كده، ودول بقى اللي انا هنضف بها الحيطان بتاعتي. الفرشه اللي انا بقول لكم عليها اهي، ببل بالفرشه كده حبه صغيرين وبنضف بها الركنه بتاعتي. عندك سفنجه برضو اعملي بها عادي. همسح بقى الجدران بتاعتي بالخلطه دي. الجدران بتاعتي بقى كده زي ما بمسكها كلها بقى كده، كلها تنظيف، بمسحها كلها من التراب اهو. نضف بقى كل الحاجات دي، بتحوش كل البقع وكل حاجه. يعني هنا عامه بيبقى هنا مكان المفاتيح بتاعه الكهرباء بيبقى فيه بقع، بمسح حواليها كده بقى اهو. نشطر كده وكلنا نشتغل كده ونعمل مصالحنا، مفيش احسن من النظافه في الدنيا. همسح الجدران كلها بقى كده وهرجع لكم وانا بعمل الركن. نعمل الركن اهو. الركنه بقى انا هقول لكم بنعملها ازاي. باخد بقى من الخلطه بتاعتي دي كده اهي، بتنفض الفرشه وبتيجي بقى على الزوايا دي كده اهي، بتنضفها بقى كلها كده، شغاله عليها المروحه بتنضف وبتبقى زي الفل. عاوزه تجيبي لها فرشه هاتي لها، بس انا ما جبت لهاش فرش، يعني انا مفرشه عليها البياضات وخلاص اهو. بتمسكها بقى كلها كده، منها الكلور هيعقم بس شويه كلور صغيرين عشان ما تجربلكيش اللون بتاعه، والمعطر بقى هيديلها ريحه حلوه، و... والشاور اللي احنا حاطينه برده هينضف معانا. بمسك كل حاجه هنا اهي، حتى البقع اللي انا قلت لكم عليها هوريها لكم اهو. باخد شويه من الخلطه دي اهي، ما بتحطش شاور كتير عشان ما يرغيش معاك اهو. بتمسكها كده بقى، انا بمسكها كلها حته حته، بمسكها بقى نظافه كده حلوه اهو. شوفوا ما عادش فيه البتاع اللي انا بقول لكم عليها اهي. همسك الركنه كلها وهنمسح وهنزقها بقى في مكانها. خليكم معايا واحده واحده كده، واحنا هنعمل لكم فيديوهات زي العسل. خلصنا مسح الجدران وخلصنا تنظيف الركنه بتاعتنا ومسحناها. هنمسح بقى الارضيه بتاعتنا بقى كده حلو عشان نزق الركنه بقى ونكمل الباقي. ده نص الصاله، هنكمل بقى الباقي. هنمسحها كده حلو، نمسحها وننضفها كده حلو اهو. وبعد كده بقى نكمل الباقي ونزق الركنه بتاعتنا ديت مكانها لما مكانها ينشف، ما تزقهاش الا لما مكانها ينشف. بس اهو بقى ما شاء الله الارضيه نضفت اهي، مسحناها لسه حتى مبلوله، هي لسه ما نشفتش، هتسيبها لما تنشف عشان نجيب السجاده بتاعتنا. هطلع اوريها لكم وهي فوق السطح. وخلصنا هنا بقى كده وزقنا، مسحنا وزقنا الركنه بتاعتنا مكانها تاني، ومسحنا هنا كده فوق فوق وتحت وكله كله كده كده. ده النص الاولاني، وعملت برده في النص التاني هوريه لكم. النص التاني برده اهو مسحته، شديت الكنبه دي، مسحنا الشاشه بتاعتنا مسحه حلوه، والساعه والمروحه زي ما قلت لكم انا مسحتها. نضفنا هنا كله كده، حتى الباب اتمسح والشباك اتنضف واتمسح، كل حاجه كده دلوقتي فله وقشطه. اوريكم بقى السجاده اللي فوق
طلعت الخداديات او التكاوي بتاعت الركنه، او بيسموها ايه، هقول لكم على اسمها وانا فوق، يمكن كوشن. يا سلام، وهم بيقولها كوشن، مالها مخده يعني. هوريلكم الكوشن وهو محطوط فوق في الشمس يتهوى شويه. ده المخدات بتاعتنا، بلاش اسم كوشن والنبي، هي اسمها مخدات. حطيناها هنا تتهوى شويه، الشمس هتيجي عليها الوقت. نطلع بقى كده نشوف السجاده بتاعتنا كده، يا جمال الشمس وحلاوه الشمس اهي. السجاده بتاعتنا انا حطاها مغسوله ونظيفه، وكانت عيناها ونطلعها ايه تتهوى شويه بس كده، وتشم التحميصه الحلوه كده والشمس، عشان لما تيجي تخش الشقه تشم كده ريحه الشمس وريحه التعقيم. هنستنى اما الحته تحت تنشف، هفرش بقى، واستنى برضه اما ستاير تنشف، وهوريكم بقى الشكل النهائي. عم اوريكم شويه الزرعات بتاعتي. دي ريحان، انا زارعه ريحان ما شاء الله على ريحته، باخده اعمل به للطبيخ. وكنت زارعه هنا نعناع بس نشف. ودي واحده كده طلعنا كده منها كده لنفسها فيها شويه ورد، الله اعلم. ودي ده اهي، هوريكم ده اهي. شفت دي بلحه احمد ابني طلع زرعها، هيطلع عندنا نخله صغيره يا فرج الله. هوريكم بقى الشكل بتاعنا النهائي بعد ما نخلص، وهفرش السجاده بتاعتي وهفرش ستايري، وهوريكم بقى المنظر النهائي بتاعنا. يا رب الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم، واعملوا لنا لايك حلو وكومنت حلو علشان نشجع ونعمل حاجات حلوه. طول ما انتوا واقفين في ظهري احلى اخوات واحلى اصدقاء واحلى اصحاب، هنعمل حاجات حلوه وكلنا هنفرح بعض. يلا بقى توريكم الشكل النهائي بعد ما نخلص. زي ما بيعملوها كده بيروحوا عاملينها كده. سمي بسم الله بقى كده، بسم الله. ده كده انا ورايا باب الشقه، باب الشقه اهو ورايا اهو. دي ايه الصاله بتاعتي الجميله، دي الركنه بتاعتنا اهي اهي. هجيبها لكم كده، هرجع لورا. حاجات كده بسيطه يعني، مش شرط العزال او الفرش يكون فرش واو عشان ترتاح تحس براحه نفسيه. الفرش اما يكون انت عاطيه له لمسه جماليه، او اهم حاجه الراحه النفسيه في البيت. ادى الصاله بتاعتنا. هبقى اقول لكم حكايه السمك ده بقت ايه فالله يفطني كده لوحده واحنا فاتحين الحفلات بتاعتنا. دي الترابيزه بتاعتنا عامه انا حاطاها بس عشان التصوير، اما يكون مفيش تصوير. البفين اللي في الجنب دول ايوه ده هم بتحاشم تتحط ايه عند الباب منها توسع الصاله. ودي هي السجاده بتاعتنا اهي ما شاء الله مغسوله ونظيفه وزي الفل. وده الفرش بتاعي، يعني انا حطاها عليه، انا عارفه اللي هو كاتم المكان شويه بس علشان يحافظ بس عشان الاولاد زي ما انتوا فاهمين. ادي النص الاولاني بتاع الصاله بتاعتنا. هبقى ايه هتدور كده اهو اهو. وده ايه الجزء التاني بتاعنا اهو. ديت حته كده تحت الشاشه، ماهيش كبيره زي الركنه. انا عملتها على سمه الصاله صغيره عشان لو جه ضيوف او جه حاجه. ادي اهو. وديت الساعه بتاعتي، وديت الشاشه بتاعتنا. دي الصاله بقى فيها الطرقه دي اللي عليها الستاره دي، ايوه هي ده اهي. شاور لكم عليها اهي. دي الطرقه اللي فيها الستاره دي فيها المطبخ والحمام. ادي المنظر اهو زي ما انتم شايفين. ربنا كده يا رب كده يحسن ما بين ايديكم، وربنا يسعدكم ويفرحكم. ولو الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي بتنال اعجابكم، يا رب كده دايما كده تشجعونا وتدونا الطاقه كده الايجابيه اللي هي تفرحنا. يا رب يكون الفيديوهات ديت بتبسطكم وبتشجعكم وبتديكم قوه وحماس. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم. مع السلامه.